صباح الخير واهلا وسهلا. برودواي مالين، ما علاقة هذا الاسم بمشروع ازها الجديد في الشيخ زايد؟ الاسم ده مهم جدا عشان تعرف تشتري اصلا في المشروع ده وفي اللوكيشن ده كاستثمار سكن وغيره. هنتكلم في كل تفاصيل المشروع ولا لا. فاهم نقطة في مشروع ازها الجديد هو الاسم اللي انا قلته لك ده، برودواي مالين. الشركة دي شركة Urban Development، الشركة دي شركة ماستر بلاننج، الشركة دي شركة اكستيرير ديزاين، شركه عالميه في لندن بيزد 1958 وعامله كراكل وود ريجنريشن في لندن. يعني عملت ايه يعني في المدينه دي؟ اصعب حاجه لشركه ماستر بلان او شركه تشطيب او غيره هو ان انت تدخل على مكان قائم وتعمل له رينوفيشن او تعيد الديزاين بتاعه او ترتيبه او تقسيماته. فحدث اتعمل هناك في لندن، شركة قوية جدا في مجالها، لأن من ضمن الحاجات اللي عملتها سيتي ووك في الماستر بلان بتاع سيتي ووك زي بينوي كده ما قلت لك، هو المشغل للكوميرشال دي بقى اللي عاملة الماستر بلان. يعني إيه بقى عاملة ماستر بلان للناس اللي راحت سيتي ووك دبي؟ يعني إيه الكلام ده؟ التوزيعة والترتيبة ودخولك للمكان والراحة في المكان وتوزيعات المحلات والترتيبة اللي بيعملها دي، كل ده اللي بيتحكم فيه الماستر بلانر. ده هيفيدني في ايه يا استاذي في مشروع ازها الجديد؟ عايزك تكمل معايا لان دي اهم سيلينج بوينت في مشروع ازها، غير اللوكيشن ان هو سور في سور في بافري هيلز، غير حاجات كتير دسمه هنقولها في هذا الفيديو. بالمناسبه الشركه دي كمان في مصر عامله مدرسه اسمها كنت كولج سكول، دي بريتش سكول، فاتحه فين؟ هنا في مصر في ويست سميح ساويرس. وسميح ساويرس ما بيدخلش اسامي خالص في مشاريعه لما تكون انترناشونال سبيكس واسامي موثوق فيها جدا. لذلك لما تلاقي الماستر بلان الجديده بتاعت ذا هيلج ازها في الشيخ زايد هتحس ان هي مختلفه. المشروع ده بيتحمل حاجتين، الاستثمار والسكن. المشروع اللوكيشن بتاعه فين؟ على هاي واي واشهر طريق مصر اسكندريه الصحراوي، سور في سور في جار قوي جدا وهو بافرلي هيلز الصادق. انفستمنت وايز ليه؟ خليني ابتدي بالاستثمار الاول. قربه جدا من الحدث الكبير دلوقتي في منطقه غرب القاهره وهو المتحف المصري الكبير، وفيرست لونش مع اسم كبير زي ازها حسام الشاعر، فعندي قابليه لزياده في السعر وغيره. كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه كاستثمار. مشروع 100 فدان، مش نازل ب 200 ولا 300 ولا 500 فدان حتى. فعامل الندره المساحه الكليه للمشروع حلو قوي. او قبل ما ادخل في تفاصيل المشروع بقى شويه، ارجع معايا خطوتين ثلاثه. احنا دايما قبل ما نشرح اي مشروع، مع انت عارفني، بنرجع خطوتين ثلاثه. انت عارف حسام الشاعر؟ طيب عارفه، ممكن ااكد بعض من المعلومات. حسام الشاعر قوي كهوسبيتاليتي، مشاريع الساحليه، استاذ. خلاص احنا قلنا سان رايز اوتيل في مصر وزنزبار وفي كل حته في العالم. خلاص الراجل ده عنده سبب. رئيس الغرفه السياحيه في مصر في مجلس الشعب، ادي تاني حاجه. الراجل ده لما بيدخل في اي مشروع، ما انا قوي، انا ليه اثقل المشروع باسامي قويه برضه؟ لذلك لما راح ازها الساحل جاب اسمين اقوياء جدا، رغم ان هو استاذ في الهوسبيتاليتي. جاب قبل WATG الماستر بلانر العالمي، وجاب بينوي اللي هيشغله الكوميرشال بتاعه. النتاج ده طلع ماستر بلان مبهره في الساحل الشمالي، وكان قبله اكسبيرينس في تشغيله كديفلوبمنت بقى مش منتجعات في ازها السخنه. فاوتوماتيك الثقه جت من السخنه، زود الثقه اكتر، راح في الساحل بالماستر بلان والكونستراكشن وكل حاجه، وهو اصلا اسما وقدرا حد احنا نثق فيه جدا في السوق العقاري. ذا هيلج بقى، رجوعا للمشروع السكني بتاعه في الشيخ زايد، ليه جاب الاسم ده مع انه عنده مشروعه في نيو زايد كنز؟ عمل ايه عشان ما يبقاش الاتنين شبه بعض؟ برودواي مالي. كلمة لايف ستايل جوه المشروع هي مش كلمة، او كلمة لايف ستايل ما بتتقالش انا عايش في لايف ستايل معين، لا. هو جاب الاسم ده عشان يعيشك. خلي بالك من خطورة الشراك لعقار في نماذج كتير تكاد تكون اسامي مسموعة كتير وناجحة، ولكن تشغيله لإدارة المشروع جوه
مش كصيانه، حتى ممكن يكون جامد في الصيانه، كترتيبه الفيلات اماكنها ولوكيشنز، وترتيب السبورتنج كلاب محطوط فين، الكوميرشال اريا محطوطه فين، السيرفيس ابارتمنت محطوطه فين. التوزيعه دي مهمه ليك جدا كراحه نفسيه جوه الكومباوند. تدخل كومباوند ممكن ما يكونش اكتر كومباوند قوي في مصر، ولكن تقول ده انا مرتاح، ده حلو قوي، ده ايه البساطه دي، وفول فيل النيدز بتاعتي كلها. فالشركه دي جايه عشان تعمل ده. هو ما دفعش الملايين دي كلها الاسم كبير انترناشونال زي ده عشان يعني يعدي كده وخلاص. انا عمري ما هدخل على المشروع ده طالما لقيت الاسم ده، عمري ما هدخل في تفاصيل هذا المشروع اللي لما اشرح دي الاول، لان هي دي اللي هتخليك تشتري ما تشتريش في اي مشروع. فبرودواي انترناشونال عامله فوت برنت 11% في المشروع، يعني مساحه بنائيه للمشروع 11%. اوتوماتيك دي لما تقرا النسبه دي زي ما قلت لك قبل كده كثافه قليله، لان 60% خدمات، سميها خدمات، ما بين جرينري اريا، سبورتنج كلوب، شوارع قليله. يعني ايه شوارع قليله؟ يعني المشروع ما فيهوش شوارع كتير، مش عرض الشارع، ما فيهوش شوارع كتير يعني واخد من المساحه البنائيه للمشروع. بالعكس، ده هو عامل الخدمات ال 11% دي بتقول ان ده جرينري اريا كتير، بتقول ان ده خدمات وفاسيلتي تستخدم الكومباوند جوه كتير، بتقول ان نسبه الفيلات اكتر 70 80% من العمارات، فكثافه اقل واهدى. كثافه اقل واهدى. اللي حضرتك بتعمل ابجريد ساكن في الشيخ زايد في عماره سيبريت او فيلا او غيره، او ساكن في كومباوند انت عايز تنقل عشان هو زحمه وغيره، فدي نقطه مهمه جدا، وهي الراحه النفسيه داخل الكومباوند. هو ده اللي انت بتشتريه عشان. ادي رقم واحد. غير الفوت برنت، تقسيمه الماستر بلان بقى جوه. تايبس الفيلاز كلها كتاون وتوين وستاند الون، والفاميلي بيلدينجز اللي منزلها، ثم الابارتمنتس. ايه الفرق بين الثلاثه؟ خلاص، تايب الفيلات انت عارفه، تاون 4 فيلات جنب بعض، توين فيلتين، ستاند الون فيلا منفصله. الفاميلي بيلدينجز هو بيلدينج عباره عن شبه التوين هاوس، في ارضي وجراوند، معاه جراوند، وفي اول بروف، واربع جيران في الدور فقط. فالكثافه بتاعه المبنى ده 4 اشخاص او 4 اسر، غير ما يكون ابارتمنت عماره ارضي وخمسه وغيره زي الابارتمنتس اللي هو منزلها في المشروع. ومنوع سيرفيس ابارتمنت حاططها في الاخر بنسبه كبيره جدا، وده الاكيد ان هو مش هيفتح السيرفيس ابارتمنت دلوقتي. وعامل سيرفيس ابارتمنت ليه؟ استثمار. وعامل سيرفيس ابارتمنت ليه؟ وهيجيب اوتيل اكيد عشان المتحف، عشان خلاص المنطقه دي بتجهز ان الكثافه العاليه بتاعه المتحف المصري كسياحه وكاجانب هيجوا ياجروا مكان جنب المتحف. الديفلوبرز عمال واعيه قوي دلوقتي، خصوصا ان حسام الشاعر هو مفوض من الدوله ان يعلي الغرف السياحيه في مصر، لان احنا بنستهدف زي ما قلت لك قبل كده 15 مليون سايح. احنا دلوقتي بيجوا لنا 15 وي كمان، او عايزين يوصلوا ل 30 مليون سايح في 2030. فهو اللي قال وحط المخطط حسام الشاعر ان احنا عايزين نزود الغرف الفندقيه، عايزين نزود، نراعي الجوده بتاعه الغرف دي عشان السايح او الاجنبي اللي هيجي لك يقعد في جوده تليق بمصر اولا وبالمتحف المصري الكبير. مشروع فيه بنفيتس كتير انا عايزك تعرفها معايا موجوده في هذا البروجكت بالذات. لان خلي بالك انا الفيديو اللي قبل ده او لما اتكلمت عن غرب القاهره انا اتكلمت عام، وقلت لك انتظر ازهى نازله بارض جديده وما عنديش معلومات. انا قلت لك كده من اسبوع تقريبا يعني. طيب بقى عندي معلومات، فهتظل هي الفرصه الاقوى في الشيخ زايد، بس لا، في اكتوبر بالكامل او غرب القاهره بالكامل، حتى نيو زايد، حتى نيو زايد. طيب انت لازم تعرف ان الديفلوبر ده او ازهى هي بتكمبيت مين. يعني لما اجي اقارن مين بالباكج اللي هو عاملها، بالفاسيلتيز اللي هو عاملها. لا انا ممكن اللي بيفكر في فاي وكارمال وستيت صادق، لا انا ممكن جدا افكر في هذا المشروع. ليه؟ هقول لك ليه. لان حد يقول لي صادق برضو دي صادق، ما انا ما عنديش مشكله، ما هي صادق برضو ما فيش مشكله. انا بقارن بنفيتس وبقارن كومبي بروفايل وبقارن كريديبيليتي وبقارن ثقه وافتر سيلز وبقارن حاجات كتير جدا. فلما المقارنه دي تتوازى في الكواليتي، في جوده التسليم، في جوده الصيانه، في جوده التشغيل، فصادق بياخد رقم واحد في الحاجات دي طبعا، هو وبعض من المطورين التانيين. طب انا لما يكون عندي ديفلوبر كده ونازل بتيكت برايس مفاجاه ليك، ده هيبقى ايه؟ لا احطه طبعا في المقارنه دي طبعا.
خصوصا نجاره كمان قوي جدا زي ما قلت لك وهو بيفرلي هيلز. من ضمن الحاجات القويه جدا اللي عملتها برودواي ان هي الاكستيرير ديزاين مبهر. بشكل البلين، المباني البلين اللي مديه فخامه وشياكه ببساطه، الكثافه القليله اللي قلتها لك جوه بتتحكم في الاكستيرير ديزاين طبعا بتاع المشروع فيه بنفيتس محترمه جدا. ما بحبش اقول لك بقى كام بوابه، فور جيتس وسبورتنج كلوب على مساحه 30 ولا 50 فدان، والكلام ده كله ما يشغلناش. ما كده كده في بنفيتس وفي فاسيلتيز جوه المشروع. الاهم الارض عامله ازاي، اللوكيشن بتاعها، اكسسبيليتي وايز لما تدخل الكومباوند بتاعك وتخرج، وانفستمنت وايز كمان. اهم حاجه فيه الاكسسبيليتي، هي محطوطه على طريق رئيسي، طريق مصر اسكندريه الصحراوي، في لوكيشن ممتاز جدا، جيرانه اقوياء جدا، فتعتبر الحته دي راقيه جدا هناك. خلاص فهمت معايا اهميه قطعه الارض واهميه بنفيتس الموجوده في الارض. طيب تمام، نخش بقى بسرعه على التايبس. التاون هاوس كل التايبس متشطبه يا جماعه، التايبس في المشروع بالكامل متشطبه. واحلى مثال للاستثمار العقاري هو ان حضرتك اولا تبيعه عند الاستلام، ويا سلام لو متشطب. وعلى حسب بقى نوعيه وتايب العقار اللي حضرتك هتشتريه، دي هتبقى بالكول بيني وبينك، نقعد ندردش ايه اكثر تايب مفيش منه كتير في المشروع، اللوكيشن بتاعه برايم ولا لا، لان اللوكيشن الوحده جوه المشروع بيفرق معاك جدا، سواء ساكن طبعا عايز تشوف فيو، سواء بتستثمر طبعا فليبنج اعاده بيع، او حتى رينتل. البريميوم ده التميز بتاع الشقه بتاعتك او الفيلا بتاعتك ده مهم جدا في استثمار او سكن حد. فكل ده هيبقى بالكول معايا ان شاء الله لما حضرتك تستقر على الفكره وتقتنع. لان كمان في الكول لما تكلمني انا مش هنقول ازها بس، ده انا هقول لك اكس وواي وليه هو بيتميز او ليه هو بيطلع رقم واحد. لان عندي نماذج كتير واسامي الثقه كتير في غرب القاهره وخصوصا في الشيخ زايد، ولكن دي ليه ده هيظل الاول في هذه المرحله اللي احنا فيها، او حتى لو نزل من بعده مشاريع تانية زي ما قلت لك شركه سياك نازله على شارع النزهه بارض جديده. زي ما قلت لك اسامي كريديبل، ما في اسامي كتير، الثروه الخضراء، وفي اسامي كتير حتى في الشيخ زايد او في اكتوبر عامه. لا انا دايما باميل الى الكريديبيليتي وباميل الى البيج نيم. ويا سلام لو بيج نيم زي ازها، زي السعر اللي انا هقوله لك ده، تتكلم 1 بيدروم 7 مليون 700، 2 بيدرومز 10 مليون، 3 بيدرومز 12 مليون، تتكلم تاون هاوس متشطب، كل التايبس دي متشطبه ب 15 مليون ستارتنج برايس. هتاخد هذا العقار سعر مش موجود في فيلا بالبنفيتس دي. انت لما بتدفع سعر يا استاذي بتدفع مقابل ايه؟ زي ما بقول لك value for money او benefits versus money. انت بتدفع الفلوس دي مقابل ايه؟ لا مقابل باكج مش موجوده وانا بكلمك دلوقتي في الماركت. عشان كده ليه بنتكلم بحماس وليه بنتكلم بان هو الاحسن والافضل؟ عشان هي الباكج دي مش موجوده دلوقتي، وصعب قوي الحسبه دي. انا اتفاجئت بالسعر لان ده مش سعر ازها وده مش سعر البنفيتس دي كلها، ولكن خلاص زي ما قلت لك في بدايه السنه دي 26 الماركت هيكون في خدمه الكلاينت 100%، لان الكومبيتيشن زادت والمتاح هيكون كتير. بس هتعرف تختار ما بين مين ومين بقى. خلي بالك وحذاري من اختيارك لكل المعروض ده، وان انت تتغر بسعر مع مطور معين، وان انت تروح تتسرع وتشتري حاجه معينه. حذاري من الكلام ده. فخلينا ندردش مع بعض ونتكلم مع بعض عشان نوضح الامور دي مع بعض. payment plan flexible جدا. فالمشروع من وجهه نظري هو يستحق ان تحطه في اولويات حضرتك رقم واحد. لو انت بتشتري في هذه الفتره عقار كاستثمار، طبعا اند يوزر، طبعا ثقه، الثقه. هذا الديفلوبر احنا واثقين فيه تماما. يعني دايما انا بقول كل ديفلوبر ليه متضررين. اعمار هتلاقي متضرري اعمار، صادق هتلاقي متضرري صادق. شوف انا مش هنزل بالاسامي ده، انا بجيب لك البيج نيمز. الضرر ده جاي مثلا في تاخيرات لو اعمار، الضرر ده جاي في كراكنج حصل في فيلات في نماذج معينه من المشاريع في اعمار، في تاخيرات فيتل في الساحل من اعمار. طبعا ده حصل في الماركت. فمفيش ديفلوبر يخلو من الغفوات، ولكن هو بيحلها في وقت قد ايه زي ما بقول لك دايما. ولكن هو بيحلها اصلا ولا لا؟ هو الراجل ده فعلا امين على فلوسك ولا لا؟ فما بقولش ان مفيش حد بيغلط. طيب حسام الشاعر، لو حضرتك عندك
مشكله شاري في ازهى السخنه مثلا وعندك مشكله قابلتك، من فضلك اكتبها لي في الكومنتس. لو حضرتك اتاخر عليك في ازهى السخنه، من فضلك اكتب. شوف انا بثبت على نفسي، مفيش، ما عنديش مشكله سمعتها انا بحد قدراتي لحد الان على ازهى. طيب ان شاء الله يكمل بهذا النهج، ان شاء الله يكمل بهذه الثقه، ان هو ملاءه ماليه قويه، راجل متكرم من جريده فوربس، يعني يعتبر سنويا كاحلى واجهه سياحيه او هوسبيتاليتي ميدل ايست. فمستحق جدا حضرتك تفكر في هذا المشروع. اي استفسار هنزل لك رقم الواتساب، من فضلك نبعت واتساب الاول عشان بنمانج مع بعض توقيتات حضرتك وبروسس كده هنمشي فيها انا وانت، عشان نرتب المواعيد ونتكلم انا وانت مع بعض في هذا المشروع وفي مقارنه غيره، او في اي استفسار حضرتك عايز تساله لي. شكرا جزيلا، ويا رب اكون لخصت لك المشروع بسرعه بكل البنفيتس اللي فيه. اي اكسترا حضرتك بتكلمني على طول وبنتواصل مع بعض. شكرا جزيلا.